هنعوض الفاينل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة؟ في فيديو جديد من شرح مادة الأساسيات. هنشرح بروسيجر جديد النهاردة واللي هو الفود كير. هنخلص على طول ان شاء الله ومش هياخد وقت منا. يلا نبدأ على طول. وده حساب الواتساب وده جروب الشرح اللي بينزل عليه اللينكات بتاعة الفيديوهات. هسيب لينكاتهم في الوصف. ادي التشيك ليست اللي هنمشي عليها بالخطوات، ويلا نبدأ على طول. اول خطوة عندنا وهي اول خطوة من كل حاجة هي الهاند ووش او غسيل الايدين. تاني خطوة عندنا وهي identify the patient، يعني حدد المريض الصحيح. يعني ما تروحليش لعم محمد اللي عامل بتر الرجليه وتقول له هعمل لك فود كير، يعني مش هيبقى بتر وهتجيب له شلل. تالت حاجة عندنا وهي keep privacy، يعني لازم تحفظ خصوصية العيان عن طريق ايه؟ close curtains around bed، يعني اقفل الستائر اللي حوالين السرير. and the door to room، وكمان اقفل باب الأوضة. و explain the purpose of the examination، يعني وضح له ايه هو الهدف من الفود كير دوت او الفود assessment يعني. and what you are going to do and answer any questions، يعني وعرفه انت هتعمل ايه بالظبط وجاوب له على كل الأسئلة اللي هو عايز يعرفها. 4. put the patient in comfortable position for examination، يعني حط المريض في وضع مريح بالنسبة له وبالنسبة لك علشان الفحص. and keep your body alignment and mechanism، يعني كمان انت لازم تقف في وضعية مناسبة ليك انت علشان برضو ما تتصابش. ما هو انت مش داخل تعالجه وتطلع عندك روماتيزم، لازم تقف في وضعية مريحة بالنسبة لك وبالنسبة له. 5. instruct the patient to expose his feet and remove any soaking or pneumatic foot pump. قصدي يعني ان انت هتطلب من المريض ان هو يفرد رجله وتكشفها كده علشان الفحص يعني. and remove any soaking or pneumatic foot pump، يعني يشيل اي جوارب او اجهزة زي كده اللي هي يعني بتتلبس في الرجل. 6. inspect skin for vascularity، يعني قيم الجلد بالنسبة للأوعية الدموية لو في bleeding اللي هو نزيف أو brushing اللي هو خدوش يعني. and inspect the skin for lesions، وكمان لو في أي مشاكل يعني في الجلد. note brushes، يعني الكدمات. scratches اللي هو الخدوش برضو، أو cuts اللي هي لو في قطع في الجلد. inspect bites، وكمان insect bites اللي هو يعني لو في لدغات حشرات. and wounds، والجروح if present لو موجودة. note size shape color exudates، يعني لو موجودة سجل ملاحظة بالحجم والشكل واللون والإفرازات اللي بتطلعها. بعد كده 7. palpate skin using the back of your hands to assess temperature، اللي هو جس الجلد بظهر ايدك علشان تقيس درجة الحرارة. wear gloves when palpating any potential open area of the skin، وكمان البس جوانتي وانت بتلمس اي منطقة في الجلد مفتوحة او متعورة. 8. palpate for texture and moisture، يعني جس الجلد علشان تشوف ملمسه عامل ازاي، اذا كان ناعم او خشن يعني، والمويستر اللي هو الرطوبة بتاعته. 9. palpate for edema which is characterized by swelling with taut and shiny skin over the edematous area، بمعنى ان احنا هنجس الجلد علشان نعرف هو فيه اديمة ولا لا. ماشي، الاديمة اللي هي بتتميز يعني بالسويلنج اللي هو تورم في الرجلين او بسبب ان هو تراكم السوائل تحت الجلد. ماشي، which tout بمعنى ان الجلد بيكون مشدود، تاوت يعني مشدود. and shiny skin over the edematous area، يعني الجلد بيكون بيلمع يعني في المنطقة اللي بيكون فيها إديمة. 10. inspect the nail condition، اللي هو يعني شوف حالة الأظافر عاملة ازاي، قيمها يعني including the shape، الشكل واللون والزاوية كمان بتاعة الضفر، لازم تكون مش حادة، لا لازم يكون دائري كده. noting if any clubbing is present، clubbing هنا يعني بمعنى ندوب. 11. palpate nails for texture and capillary refill، اللي هو يعني جس الأظافر علشان تعرف الملمس بتاعها طبيعي ولا لأ، والشعيرات الدموية. آخر حاجة معانا 12. remove gloves and any additional PP if used perform hand hygiene، يعني آخر حاجة هنعملها هتشيل الجلافزات هتعمل هاند هايجين، يعني هاند واشنج من تاني. وبس كده خلصنا. يا ريت لو عجبك الفيديو تجرب تفرحني وتدوس على زر الاشتراك وتعمل لايك وتكتب لي تعليق كويس لو كان الشرح بالطريقة ديت احسن ولا
من ال PDF على طول.